القضية. السلام عليكم. موضوعنا في هذه الحلقة يتعلق بسؤال، وسؤال في الحقيقة جدي جدا وخطير. السؤال بيقول: هل الشراكسة مهددون بالاندثار؟ لدى سماع الجملة هذه لأول مرة اللي بيسمعها طبعا ما رح يعجبه هذا الحكي أبدا، ولكن خلينا نبدأ في استعراض الأوضاع. أولا، احنا ضمن مجتمع أكبر منا بكثير، ونتعامل بلغة هذا المجتمع اللي هي مش لغتنا الأصلية. نتعامل فيها في المدرسة، في الجامعة، في أمكنة العمل، في الشارع، مع كل الناس، وفي داخل بيوتنا، مع أنه في هناك أقليات أخرى لا تتحدث في داخل بيوتها إلا بلغتها الأصلية. السبب ربما يكون لأنه الأقليات هذيك عاشت كأقلية وكجالية، لكن الشركس منذ ثلاثينات القرن الماضي لما بدأوا يتقنوا اللغة العربية بدأوا يخرجوا من أحيائهم اللي كانت تضمهم كمجموعات إثنية يعني معروفة، ويخرجوا إلى الأحياء الأخرى ويختلطوا بالناس، مما أدى إلى أنهم تدريجيا لم يعودوا يتكلموا لغتهم في البيت. طغيان المجتمعات الكبيرة مادة معروفة أساسا وتدرس في الجامعات، وهذا ليس يعني سلبيا، بالعكس له إيجابياته. ولكن لما بيكون يعني شعب الأقلية اللي عايش ضمن الأكثرية صاحب قضية وصاحب رسالة وله هدف في الحياة هو استعادة وطن أجداده واستعادة حقوقه في وطن أجداده، تصبح القضية مهمة ويوضع عليها عبء كبير جدا وعلى النشطاء من القائمين عليها. الآن هناك سبب آخر يؤدي إلى ضعف البنية الثقافية الشركسية، وهو الأوضاع الإيجابية. نحن هنا نعامل كمواطنين كاملي الأهلية، لنا ما لنا وعلينا ما علينا، ونشعر بأننا بين إخوة في الدين، إخوة في الانتماء للوطن، وإخوة في الإخلاص لهذا الوطن. هذا الموضوع لا يعطينا خصوصية أمام الآخرين، أمام الأكثرية، أمام الأغلبية، وهذا يساعد على الذوبان. فبالتالي بيصبح من الضروري جدا الانتباه إلى هذا الموضوع. السبب الثالث، إحنا هنا أو في تركيا أو في سوريا أو في كل البلدان الشتات صار لنا حوالي 147 سنة، وفي كثير من الحالات التي قرأنا عنها في التاريخ المستغرب ليس هو ذوبان أو بدء ذوبان المجتمعات الصغيرة في المجتمعات الكبيرة بعد مرور 147 سنة. المستغرب أنه كيف تبقى خصوصية لهذا المجتمع الصغير وسط المجتمع الكبير إذا كان إيجابيا بعد 147 سنة. وهذا طبعا مرده البقية الباقية من المحافظة، مردها إلى صلابة الخلق الشركسي وإلى تجذر العادات والتقاليد الشركسية الرفيعة. أحد الأسباب أيضا اللي بتخلي القضية عندنا مهددة أو يعني نحن مهددون بالاندثار هو تنكر العهود الروسية على مدى التاريخ، أولا لحق العودة، ثانيا للحقوق التاريخية، ثالثا للحقوق السياسية، وهكذا. هذا الموقف أدى إلى نشوء حالة من القنوط
لدى كثير من قادة المجتمع، وبالتالي انتباههم إلى الوضع الحالي اللي هم عايشين فيه، وإلى مواطنهم الجديدة أو المواطن التي اتخذها أجدادهم، وعدم الالتفات إلى القضية. لكن وكما قال أحد الكتاب، القفقاس له خصوصية معينة. تدخل أحيانا على غرفة شاب في إسطنبول لا يعرف كلمة شركسي واحدة، تلاقيه معلق صورة أشحى معفور. هذا ما معناه أنه القفقاس عايش في داخله. ونفس الشيء بتلاقي مثلا تدخل على غرفة شاب في الجولان، بتلاقي صورة لسويسرقة أو أي مثال أسطوري أو جملة بالشركسي، لأنه القفقاس بيمشي مع الشخص وين ما يروح. وهذه حالة نعيشها جميعا، لكنها في حجيرة خلفية من أدمغتنا، بالتالي بتضلها كنوع من الاهتمام بالدرجة الثانية، وتطغى عليها دائما المشاكل اليومية. إذن ما العمل؟ العمل أولا البدء بالعمل على الملف الشركسي. الملف الشركسي اللي بده يحتوي على التاريخ والجغرافيا والاقتصاد، يبين حقوقنا. ثانيا نبدأ أن نطالب بحق العودة. حق العودة حق مقدس يحميه القانون الدولي، وهو حق كما أسلفت في حلقة سابقة لا يسقط بالتقادم، فلذلك حقنا ثابت وباقي، ويجب علينا أن نمارسه ونطالب فيه. أيضا يجب البدء بتعليم اللغة الشركسية لكل الناشئة، لأنها السبيل الأقوى لإبقاء الحركة القومية أو الحنين إلى الوطن قائما. وفي هذا الإطار أنا لا أرى مانعا من أنه إحنا نطلب المساعدة من وزارة التربية في كل بلد من بلدان الشتات أن تخصص للشراكسة في كل المدارس ساعة في الأسبوع، ساعتين في الأسبوع، موضوع يتفق عليه حتى لو كان ساعة في الشهر، وبعد ذلك يستطيع أن يتابع. أيضا من روسيا الفيدرالية، لأنه روسيا الفيدرالية يجب أن تشعر بأنه في عليها مسؤولية تاريخية تجاه الناس هذول اللي طردتهم من بلادهم بغير حق. وأيضا بلاد الشتات كلها مسؤولة عن، وأنا أقصد مسؤولة يعني أخلاقيا، عن الإبقاء على اللغة حية ونابضة. أيضا مهم جدا توحيد الحرف. لما انعقد المؤتمر الشركسي حول اللغة في 2008 هون في عمان، كان من الأفكار اللي طرحت وأنا شخصيا كنت أدعمها تدريس اللغة الشركسية بالحرف اللاتيني، لأننا حينما نتحدث عن الحرف اللاتيني نحن نتحدث عن الحرف الذي يكتب به الأتراك، وهم لديهم أكبر عدد من الشراكسة، ربما يكونوا 80-85% من كل شراكسة الدنيا موجودين في تركيا، هو دول يقرؤون الحرف اللاتيني. الأردن وسوريا وألمانيا وأمريكا وهولندا وكل المغتربات الأخرى أيضا تعرف الحرف اللاتيني. وأنا واثق أنه كثير من أبنائنا في الجمهوريات الثلاثة في وطن الأم تستطيع أن تتعلم الحرف اللاتيني بسهولة كبيرة جدا. يجب أيضا أن يكون هناك نشاط توعوي كبير جدا من كل المؤسسات، من كل مؤسسات العمل المدني، لتوعية الناس بحقوقهم وبقضيتهم وبما يجب عليهم أن يفعلوه، وأيضا العمل الممنهج على إبقاء هذه القضية حية.
حتى لا ينصهر هذا الشعب النبيل الذي نعتز كلنا بالانتماء إليه، والذي يخلف أجمل الآثار في كل مكان يسكن فيه. تبقى ناحية أخرى أخيرة، وهي العمل على تسهيل العودة. مطالبة روسيا الفيدرالية بتسهيل العودة وإيجاد فرص عمل للعائدين وإيجاد فرص إنتاجية، لأنها هذه الفرص الصناعية والزراعية والتجارية والتكنولوجية تفيد نفس روسيا الفيدرالية. أنا لا أستطيع أن أتوقف عن الحديث عن القدرات التي يمتلكها أبناء الشراكسة في الشتات في كل ميادين الحياة، وأنا واثق بأنهم سيكونوا إضافة كبيرة جدا وإيجابية إلى الاقتصاد الروسي لو عادوا إلى بلاد الأجداد. أشكر لكم استماعكم، وآمل أن ألقاكم في حلقة قادمة. السلام عليكم.